برحب بيكم من منطقة سهل حشيش بالغردقة، وده يعتبر من أرقى المنتجعات في البحر الأحمر، ويتميز بالهدوء. وطبعا أنا موجودة دلوقتي عند المارينا بتاعت سهل حشيش. في حاجة كانت هنا أثرية اسمها أولد تاون، يعتبر زي مدينة كده تاريخية. المفروض ان ليها يعني جزء تحت المية، وده واضح طبعا من الأعمدة اللي موجودة. بيقولوا المدينة دي يعني كانت مدينة تاريخية موجودة هنا، وطبعا هي موجودة يعني جزء منها كبير تحت الماء. يعني طبعا المنتجع هنا بيضم تقريبا حوالي 10 فنادق: فندق تروبيتال، فندق جرافيتي اللي هم في الاخر دولت، وفندق البارون، وفندق لوريف، فندق اولد بالاس، فندق سان رايز، وفندق براميزا، وهو من اقدم الفنادق هنا في سهل حشيش، يعتبر اول فندق في سهل حشيش. طبعا السياحة جميلة، زي ما انتم شايفين كده يعني كله مستمتع بوقته، وفي انتعاشة في السياحة المصرية، وبالتحديد في مدينة الغردقة ومرسى علم وكل مدن البحر الأحمر. يعني فيها سياحة أكتر من أي مكان تاني. يعني الأجانب متواجدين بكمية يعني كويسة. يعني الأجواء جميلة جدا زي ما انتم شايفين كده. يعني ده منظر الغروب. طبعا انا هنا من الظهر، من الساعة 1 الظهر، ووصلت متأخر لظروف كده تبع شركة النقل اللي انا جاية من خلالها. يعني فوصلت متأخر جدا، ملحقتش ان انا استمتع بوقتي. لكن ممكن بكرة بقى نبدأ يوم جديد، من بكرة بقى مع يوم جديد هنا بقى في كده في سهل حشيش، ونوريكم بقى اماكن حلوة في المنتجع الجميل ده، اللي هو اهدى منتجع في مصر، واهدى مكان في مصر، واحلى مكان في مصر. جربوه يعني، وكلكم هتحبوه. لما تيجوا هنا هتغيروا رأيكم، وهتحبوا تيجوا كتير بعد كده.